فانا كنظن بان كصحفيين ممكن ان ندعموا وليد الركراكي في اختيارات ديالو. علاش؟ لانه هو الاقرب، هو اللي عارف اللاعبين كاملين اللي غيعول عليهم، عارف القدرات ديالهم. وشفنا في كاس العالم الاخيره يعني راهن على واحد التشكيله وثبتت النجاعه ديالها وثبتت الفعاليه ديالها. فانا في اعتقادي 91 حتى ل 95% من التشكيله اللي عندنا اليوم احترم المنطق فيها، كانوا كاع اللاعبين اللي في اللائحه كيستحقوا انهم يكونوا متواجدين، باستثناء اللاعب العملود اللي قال بانه تصاب في الدقائق الاخيره بالماتش ديال الاكادير وعوضوا بالشيبي. الشيبي هو لاعب كبير، شفنا مع الجيش كان عنده مستويات كبيره، ايضا مع بيراميدز كان عنده مستويات كبيره. اللاعب اللي عارف الافريق، عارف اجواء افريقيه. انا كما قلت قبيله بوفال كانت واحد علامه استفهام. علاش؟ لان بوفال شحال هذه ما لعبش، كان مقصح ويلاه رجع. فكنظن واش غادي يكون جاهز ولا ما يكونش جاهز؟ هذا هو السؤال اللي تطرح. علاش قلت هذا السؤال؟ لان كاينين اللاعبين اللي انا كنظن ربما يستحقوا يكونوا في المنتخب، بحال الباطنه، بحال رحيمي، هادو اجنحه اللي في المستوى العالي ومستانسين بالاجواء الافريقيه. فكنظن الا دينا بوفال في الحاله ديالو ما واجدش تكتيكي بدنيا، حنا ما كنشكوش في المهارات ديالو، لاعب كبير، ولكن واش واجد يعني بدنيا؟ هذا هو السؤال المطروح. فكنظن ربما كان باب الانصاف تعطى الفرصه للرحيمي او لباطنه.